أفلح من يصلي على محمد وآل محمد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لمن الظعن عن البيت الحرام وعليه علم من هاشم ذي رحال ورجال كالبدور ملأوا الأفق من الأوجه نور وبدا بينهم ليث يدور وعلى الهودج هذا كيف حام وسع الأفق كنسر حائم. لست أدري أي حديه أحد سيفه أم طرفه لما اتقد. قال لا أقسم في هذا البلد أنا فعال لما يعي الكلام وشهيد الحال حسم الحاسم. لمن الهودج ديباج حرير ومشى يحدو به هذا الوزير. قيل لي هذا حمى بنت أمير. هذا لسان حال من؟ لسان حال عبد الله بن جعفر عندما اقترب من مكة فرأى ضعين خارج من مكة فصار يسأل عن حالها. لمن الهودج ديباج حرير ومشى يحدو به هذا الوزير. قيل لي هذا حمى بنت أمير ومخاف الطير إلا من سلام عوذه من هجوم الظالمين. عوذوا الأضعان من قتل الحماة عوذوا الأستار من هتك الغزاة عوذوا الأبراد من سلب الطغاة عوذوا النسوان من أسر الطغاة. أيعودون بضعن سالم
وإذا هو يلتفت إلى ولده: ولدي اذهب واخبر لي خبر هذه الضعينة. وإذا بالولد عائد إلى أبيه يقول له: السائرين بهالضعينة وين يردون، وين يردون، واليوم الثامن وين مقصدهم يحجون. هذا أمر ما كان في العالم ولا يكون. من أرض مكة اليوم ما تطلع ضعين. شبيت يا ابني في ضمير حزن كامل، ما قد سمعنا حاج يطلع يوم ثامن. معلوم صاحب هالضعن ما هو مآمن، لو هو مآمن ما مشيت ليهم ضعين. لاحت هوادجهم عليها تخط الأعلام، هو نبيك عن سلطانهم نازع للإحرام. بس ما سمع قوله نزل يلطم على الهام، ويقول يا ابني، ويقول له يا ابني تأمل الضعين. وإذا الولد يلتفت إلى أبيه قال: قدامهم فارس وشعر الراس منشور، بيده علم يشبه علم حيدر المنصور، قايد الناقة وينتخي والسيف مشهور، مثل الأسد يبرى الضعين شمال ويمين. بعد وصف لي أكثر يا ولدي. قال: راياتهم كلها يا ابويا حيدرية، واما شمايلهم بلا شاك هاشمية، وهاي الهوادج للحريم الفاطمي، واللي على الميمون كنه خالي يحسن، واللي يسوقون الضعن كلهم هواشم، والنوق هاي محمل عليها الفوار. وذاك البطل عباس والأكبر جاسم، شبان كلهم للحرايب مستعد. صرخ ونادى: وحسين. لكنما الأمر والمرجع لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا أفواهكم بذكر محمد وآل محمد. من خلال ملاحظة العلاقات الاجتماعية يظهر لنا ثمة سلوك
غالبا ما يحدث بين الجماعات والأفراد ألا وهو سلوك الإقصاء، أن يمارس هذا ضد أفراد أو جماعات، وهذا ما سيأتي بيانه، وذلك من خلال تناول نقاط تحت عنوان الدين الإسلامي وجدلية الإقصاء. وأبدأ هنا في بيان محاور عدة، أبدأ بأولها ألا وهو الإقصاء في العلاقات الاجتماعية. بداية نقف هنا في بيان معنى الإقصاء. ماذا يعني الإقصاء؟ أرباب اللغة يقولون الإقصاء هو الإبعاد، أقصيته أي أبعدته. ويشير العلامة المصطفوي في كتابه التحقيق في كلمات القرآن إلى قيد إضافي على ذلك، فيقول هو الإقصاء يعني الإبعاد من علو، إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى. يستشهد بهذه الآية على أن المشركين كانوا في مكان بعيد ومرتفع أيضا، إذن هو ارتفاع علو مع إبعاد. إذا عرفنا هذا المعنى نحاول هنا أن نقف عند السلوك، سلوك الإقصاء بما هو سلوك اجتماعي يدور بين الأفراد والمجتمعات. كيف يمكن أن يعرف الإقصاء إذا وقع بين الأفراد والجماعات؟ هنا يذكرون تعريفا للإقصاء فيقولون هو ممارسة دور إبعاد فرد أو جماعة من الانتماء الذي ينتمون إليه. عادة ما تكون لكل جماعة انتماء معين، ولربما انتماءات متعددة، منها ما هو ديني، منها ما هو عرقي، منها ما يعود إلى أصول أخرى أو إلى أشياء أخرى، فيحاولون إبعاد أفراد أو جماعات عن هذه الجماعة الأم، عن هذا التكتل الأم، لسبب ما، إما هو سبب مثلا اجتماعي يعيبونهم في أمر اجتماعي، أو يعيبونهم في أمر اقتصادي، افترض مثلا وضعهم الاقتصادي أقل، أو مثلا لأمر عرقي أو ما شابه، أو لسبب آخر، تتعدد الأسباب هنا. إذن هي ممارسة دور الإبعاد، إبعاد قصري عن الجماعة أو عن الانتماء. طبعا هذا العمل له صوره المتعددة بتعدد الحيثيات. مرة نتكلم على مستوى مثلا نتحدث على مستوى علاقات أسرية، هذا يحصل. بعض الأحيان تجد بعض الأسر تقصي بعض أبنائها. ليش؟ يقول لك الولد سلوكه ما يعجبنا، احنا كعائلة معروفة مثلا في البلد وكذا، وهذا الولد سلوك مختلف وشاذ عنا، طرد إما مثلا يتبنى فكرة معينة نحن لا نرتضيها، أو لأنه مثلا لباسه غير عنا، أو لا يقبل الأوامر أو لا ينصاع لأوامرنا، فإحنا نبعده إبعاد، فيصير إقصاء إلى فرد داخل أسرة. بعض الأحيان حتى من أجل سلوكيات بسيطة قد تبالغ بعض الأسر في إبعاد أبنائها وإقصائهم. ليش أبعد الولد مختار بنية إحنا ما نبغاها، الأم ما تقبل هذه الفتاة، راح خطب بنت نحن لا نقبلها، أو من عائلة نحن لا نقبلها ولا نقبل الارتباط بها، لكن عاند وأخذها، إذن خليه يعيش حياته بوحده، يبعد. وبعض الأحيان حتى في أسباب تافهة قد يمارس هذا الأمر. طرد هذا الولد اختار تخصصا دراسيا لا يعجب الأسرة، خلاص يبعد، بحيث أنه لا يشارك في بعض الأمور، حفل تخرجه ما يحضروه مثلا، أو يقومون ببعض التصرفات ليشعرونه أن ما قام به من سلوك ومرفوض، وبالتالي ويقصى ويبعد. إذن هذا إذا تكلمنا على مستوى علاقات أسرية.
مرة نتكلم على مستوى علاقات اجتماعية كعلاقة الأصدقاء ببعضهم. تصير بعض الأحيان شلة ترى مثلا مكونة من 4 5 أشخاص، وهذول دائما مع بعضهم البعض، قد يمارسون دور الإقصاء على أحد أفراد هؤلاء الجماعة، أفراد الشلة. يبعد واحد يعني فجأة يتفاجأ هو أن افترض مثلا، هذا كثير يحصل اليوم، مسويين لهم جروب مثلا وما دخلوا في الجروب، وعادة الشلة لها جروب واحد 5 أشخاص خلاص كلهم في الجروب هذا، لا هم مسوين لهم جروب 4 والخامس برا. زين. أو أنهم مثلا يتواعدون دائما بالطلعة وكذا بحيث أنهم يخفون الأمر عليه، ما يخبروا بالأمر، يطلعوا بوحدهم. إذن هذا أيضا ممارسة للإقصاء في علاقات اجتماعية. ومر على مستوى أوسع من هذا، يصير هناك إقصاء على مستوى جماعات، تقصى جماعات. افترض مثلا إما على مستوى أو لسبب كونها مثلا جماعات تصنف على أنها غريبة عن البلد. افترض مثلا الآن في تعاملاتنا مع أبناء المجتمع، هذا يصير كثير، نفرز أبناء المجتمع نقول هذا أجنبي، الأجنبي أقل احترام، أقل مراعاة، غير تعامله مع أبناء البلد. هذا شيء من الإقصاء. ليش إقصاء؟ إقصاء طبعا لجماعات، هؤلاء إذا تجمعهم يطلع رقم، فيبعد هؤلاء أو يقصوا في التعامل. بل بعض الأحيان قد يمارس الإقصاء في أمور قد لا يتصورها البعض، لكن لفداحة ولسوء آثار الإقصاء أشار القرآن والنبي صلى الله عليه وآله إليها. مثلا لاحظوا مثلا هذا العمل: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. النجوى بعض الأحيان أن يتسار 2 في محضر جماعة يشعرهم بالإقصاء، يشعر الآخرين، لا سيما إذا كانوا هم 3 2 يتناجوا والثالث بعيد لا يسمع ما يقولون، يشعر بشيء من الإقصاء، وهذا فيه إيذاء نفسي لعلي أشير إليه. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: إذا كنتم 3 فلا يتناجى 2 دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه. ولهذا هنا على مستوى علماء النفس عندما يتعرضون إلى مشكلة الإقصاء، هناك يشيرون إلى أن منشأ حاجة الإنسان أو ألم الإنسان جراء إقصائه لأن هناك هرما يقال له هرم ماسلو، فيه حاجيات أساسية يحتاجها الإنسان، من أهم حاجياته هو الانتماء، انتماء إلى جماعة أيا كانت، يحتاج إلى انتماء. زين، هذا الانتماء أو الحاجة إلى الانتماء تجعل عنده أداة ذهنية يستخدمها في تقييم سلوكيات الآخرين. حاول يقيم سلوكيات الآخرين، هل أن الآخر هذا اللي مثلا مر وما سلم، زين هذا سلوكه هل هو غافل فعلا، أو أنه يريد أن يقوم بمبادرة مقاطعة أو إقصاء، يبدأ دائما يحلل سلوكيات الآخرين ويبدأ يقيمها، ولربما يغلب عليه سوء الظن في كثير من الأحيان. لماذا؟ لفرط حاجته للانتماء، لا يريد أن يواجه بالإقصاء من أي أحد ولو بفعل بسيط. إذن لاحظ هذه حاجة أساسية عند الإنسان. زين، هذه الحاجة الأساسية إذا فقدها الإنسان، فقد الإنسان شعور بالانتماء أو شعر أنه غير مرغوب به في أي مجال، في أي جماعة، في أي مكان، إذا ماذا يولد عند الإنسان؟ شوف اختلاف النتائج والآثار باختلاف طاقات الإنسان. طبعا بعض الناس عندهم طاقة عالية، طاقة نفسية عالية، يعني يقدر يتحمل يتجاوز، بالتالي لربما لا يستشعر هذا الأمر عائق في حياته يتجاوز ويمشي. آخر لا، ذي يشكل عائق كبير في حياته، أنه شعر أنه منبوذ أو أنه غير مرغوب فيه في مكان ما.
يشكل له مشكلة اجتماعية ومشكلة نفسية. ولهذا بعض الأحيان قد يوقعه هذا في شعور حاد بالقلق والتوتر، ولربما أبعده ذلك عن المجتمع مخافة أن يقع في علاقة أخرى فيقع ضحية الإقصاء مرة أخرى، فيفضل الانعزال والانزواء والعزلة عن الآخرين، يخاف أن يقع في تجربة أخرى مثل هذا النوع. بعض الأحيان قد تجره هذه المشاعر إلى أن يقوم بعمل انتقامي. الآن مثلا في بعض التجارب أو في بعض الدراسات عفوا التي قاموا فيها بتحليل سلوك بعض القتلة، يعني هناك بعض الحالات المتشابهة، يعني مثلا واحد يدخل إلى مدرسة فيقتل قتلا جماعيا، هذا حصل مثلا في أمريكا، هذا حصل. زين عندنا 25 حالة لنفس الأمر، هذا يحتاج إلى تحليل. فوجدوا أن 23 حالة من 25 حالة أن القاتل كان يشعر بشعور إقصاء من قبل أفراد المدرسة، إما تنمر عليه مثلا يتنمرون، أو أنهم يتجاهلونه، لا يحبون الكلام معه، يعطونه أوصاف معينة، يدخل فيقوم بممارسة قتل جماعي كحالة انتقامية. وهذا أيضا تلاحظ حتى في علاقات بسيطة، مثلا بين الزوجين إذا اختار الزوج أن يقطع علاقته بزوجته طلاق، تتملكها مشاعر حادة من الإقصاء، أنه كيف أقصيت وكيف أبعدت، لا سيما إذا كان هذا بغير إرادتها. لماذا؟ لأن العصمة بيده، هو يقوم بإلقاء مثلا كلمة الطلاق أو لفظ الطلاق، يوقع الطلاق هو من طرفه، هي لا يوجد لها أي دور ولا يوجد لها أي إرادة وتحكم في الأمر، فتشعر بأنها أقصيت دون إرادتها، هذا يولد أيضا شعور بالرغبة في الانتقام. ولهذا أيها الأحبة لا أريد هنا أن أتحدث كثيرا عن هذا الجانب، لكن أريد أن أشير إشارات سريعة. علينا أيها الأحبة أن نكون أكثر وعيا في سلوكياتنا مع الآخرين، تصرفاتنا مع الآخرين، كيف نتكلم مع الآخرين. كما قلت هناك بعض الناس لقلة طاقته وتحمله ما يتحمل هكذا أمر، بالتالي نكون أكثر وعي في تعاملاتنا مع الآخرين. شخص مثلا لا ترغب به في حياتك، تكون هنالك تدرج أو يكون هنالك آلية تضمن سلامته على الأقل في فراقك إياه. إقصاؤك للآخرين قد يدخلهم في دوامة قد لا تستشعر آثارها، لكنه يعيش مشكلة واقعية، لا سيما إذا تكررت هذه الحالة عند من أطراف أخرى. هذا أمر آخر. فيما لو تعرضنا نحن أيضا للإقصاء لازم يصير عندنا أيضا وعي. بعض الأحيان يعني يصير عند الإنسان حساسية مفرطة إلى تقييم سلوكيات الآخرين، وهذا ما إلى معنى. يعني أنا مثلا إذا لم تصلني دعوة حضور حفل زفاف، هذا ما إلى معنى أن يشعرك بأنك مقصي وأنك مبعد وأنك منبوذ وغير مرغوب به. يعني ليش تكبر الأمور في بعض الأحيان؟ احنا قاطعنا الأسرة الفلانية مقاطعة تامة، خلاص لا لنا علاقة بهم ولا شيء، ولدهم ذاك الأسبوع عرس ولا رسلوا إلينا دعوة. قد تكون هناك اعتبارات، إما اعتبروك مثلا جزء من العائلة لا تحتاج، إما سقطت سهوا، إما أمور كثيرة. تالي الإنسان لا يحمل الأمور أكثر مما تحتمل. فلان مر سلم أو عفوا لم يسلم، هذا أكيد شافني. لرب بعض الأحيان قد تمر بك هذه الحالة، أنت تشوف نفسك يعني مشغول الذهن، نظرك يقع على أشخاص أنت لا تدرك أنت تنظر إلى من أصلا. هذا يقع كثير من الأحيان. لا شافني بعيونه وأنا شايفنه، حتى لا أسلم ولا كذا. إذن هناك حالة من فرط الحساسية. وبعض الأحيان الناس عندهم ظروف أيضا، يعني هذا الذي مثلا ابتعد عن حياتي مو شرط أنا خلل عندي، يعني مو شرط، لربما هو يعاني من مشكلة، هذا احتمال وارد، هو يحتاج إلى أن يبتعد، خل أترك له مساحة.
إذن فرط في بعض الأحيان فرط حساسية في التعامل مع هذا الأمر. أختم هذه النقطة، أبدأ بنقطة أخرى. الله تبارك وتعالى يقول: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. ماذا تعني كلمة الكرامة؟ الله تعالى يقول: كرمنا بني آدم. ماذا تعني كلمة الكرامة؟ أرباب اللغة هنا يقولون: كرم الشيء يعني نفس وعز، يعني أصبح عزيزا وأصبح نفيسا. كلما كرم الشيء عبر عنه بهذا، يعني أنه نفيس. ولهذا القرآن يعبر عن نفسه: كتاب كريم. كريم لماذا؟ لأنه نفيس وعزيز. كذلك هذا التعبير مثلا، وإن كانت تلحظ فيه أيضا أمور أخرى، هذا الوصف يوصف به الله تبارك وتعالى. الله تعالى يصف نفسه أيضا بأنه كريم، زين، مع ملاحظة صفات تختص به جل وعلا. وهكذا مثلا الله تبارك وتعالى كرم الإنسان أيضا، اعتبر له هذا الجانب، وهكذا. زين، السؤال الذي يقع هنا وهو مهم ويتصل بحديثنا: ما هو منشأ كرامة الإنسان؟ كيف كرم الإنسان على بقية الكائنات؟ لاحظوا أيها الأحبة، عندنا هنا قراءات إلى الكرامة. القراءة الأولى قراءة قدمها صاحب كتاب نهاية التاريخ، يقال له فوكوياما، وهو باحث أمريكي من أصول يابانية اسمه فوكوياما، وله كتاب معروف، يعني هو مشهور جدا، نهاية التاريخ. طبعا هناك في أحد صفحات كتابه يشير إلى مسألة الكرامة، يقول: لماذا يعتبر للبشر كرامة دون غيرهم أو فوق غيرهم؟ لا ينبغي أن نعطي البشر كرامة فوق الآخرين أو فوق الأشياء الأخرى. أيوة طبعا نظرته هو. مثلا، ما الفرق بين الإنسان وبين أصغر الأحجار أو الصخور الصغيرة التي لا قيمة لها؟ وش الفرق بين الإنسان وبين الصخرة، بينه وبين الحجر، بينه وبين الجمادات الأخرى؟ أي فارق بينه؟ هو يقول لا فرق بينه، لا فرق بين الإنسان ولا فرق بينه وبين أي كائن آخر، بل الكرامة التي تعطى للحشرات تعطى للإنسان هي نفسها، التي تعطى للبكتيريا تعطى إلى الإنسان نفسه. ما الفرق؟ نحن سواسية. ويقول: بحسب النظرية الداروينية نحن سواسية. وش الفرق بيني وبين الكائنات الأخرى؟ الكائنات الأخرى يعني احنا تطورنا من كائنات أخرى إلى أن أصبحنا بهذه الصورة، هي أيضا هي قاعدة تتطور. ما الفرق بيني وبينها؟ ولهذا هو يرى بأن إجراء أو القيام ببعض الأبحاث والدراسات مثلا أو التجارب العملية على بعض الكائنات أمر غير أخلاقي. يقول: أنت تقبل مثلا أن يؤتى بإنسان فتجرى عليه عملية تجربة معينة، لا تقبله، تعتبر عمل غير أخلاقي. كيف إذن تعتبر قيام هذا العمل ببعض البكتيريا أن هذا عمل أخلاقي، والحال أنها تقتل البكتيريا مثلا؟ شوف هذه القراءة التي قد يقدمها البعض واقعا، وهي قراءة غريبة وشاذة عن عقل الإنسان الإنسان السوي. وهذا بحد ذاته يعبر لك كيف أن الابتعاد عن الدين يخلق عند الإنسان أفكار لا يقول بها عاقل. زين، هي قراءة مقدمة ويروج إليها أنه الإنسان لا كرامة له على بقية الكائنات. لكن في المقابل عندنا القراءة الدينية، القراءة الإسلامية التي تعتبر للإنسان كرامة على غيره من المخلوقات. ولقد كرمنا بني آدم. ليش كرم بني آدم؟ أعطى الله تعالى البشر ما لم يعطه غيرهم، أعطاهم صفة العقل أو ميزة العقل والتعقل. وهذا من ناحية أخرى كرم الإنسان به،
ومن ناحية أخرى أيضا كلف به وجعل مسؤولا دون بقية الكائنات. لهذا لازم تقرأ الكرامة، كرامة الإنسان من جميع حيثياتها. كرم بالعقل صحيح، لكن هذا ما جعل أفضل من جميع المخلوقات بمعنى أنه لا حق لبقية المخلوقات، لا. الدين الإسلامي عنده منظومة كاملة، كيف تهتم بالبيئة، كيف ترعى الكائنات الأخرى، كيف تهتم بها، هذا موجود. لكن يجعل للإنسان العقل ويجعل له صفة الاستعمار، يعتبره مستعمرا، يجعل هالطاقات وهالكنوز المودعة في الأرض بين يديه ليستعمر الأرض، ويجعله في ذات الوقت مسؤولا عن تصرفاته لوجود العقل. إذا عرفنا هذا الآن منشأ الكرامة، نجي إلى المحور الأخير وبه أختم الكلام. هناك دعوة اليوم تطرح سواء من أعداء الدين الإسلامي، وللأسف وجدتها أيضا من بعض من ينتمون إلى الدين الإسلامي ولربما تلبسوا بلباس أهل العلم. هي شنو الإشكالية؟ هل أن الدين الإسلامي يمارس دور الإقصاء ضد الآخرين؟ الآخرين نقصد بهم الكفار والمشركين. هل الدين الإسلامي يمارس فعلا دور الإقصاء ضد الآخرين؟ كيف يمارس دور الإقصاء؟ مثلا الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا اعتبارك وصف النجاسة إلى الآخر، هذا ألا يعد إقصاء؟ لأنك تصنف أجلكم الله الكلب والخنزير البريان على أنهما عين نجاسة، ثم تصنفه أيضا على أنه يعني تجعله مساويا لهذه الحيوانات أجلكم الله. إذن هذا ليس إقصاء. مثلا: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة. ممارسة هذا الدور الإقصائي يعني تمنع المؤمن من أن يتزوج من الكافرة، وتمنع المؤمنة كذلك، وتمنع الكافر من أن يتزوج بالمؤمنة. هذا مو إقصاء اجتماعي. إذن أنت تقوم بدور فرز تصنيف اجتماعي، إقصاء اجتماعي، وتقوم بدور الإبعاد إلى فئة ليست بقليلة ألا وهم الكفار والمشركين. إذن هل الدين يمارس دور الإقصاء فعلا أو لا؟ لاحظوا أيها الأحبة، أكو أمر مهم جدا. غالبا ما تطرح هذه الإشكاليات على نحو المغالطة. أولا نحن نسأل سؤال، نقول: هل أن التصنيف يعني التمييز؟ احنا لما نجي إلى المجتمع ونقسم المجتمع ونصنفه، هل نحن نقوم بدور تصنيف المجتمع يعني تمييز الأفراد على الآخرين؟ يعني مثلا احنا نقول مثلا عندنا في المجتمع كذا، مثلا واحد متزوج وعندنا غير متزوج، هذا تصنيف. يعني هذا المتزوج أفضل من غير متزوج. احنا لما نقول عندنا مثلا في البلد كذا عدد مثلا حاصلين على درجات عليا أو دراسة جامعية، آخر ما عندهم، هذا يعني أفضل من ذاك؟ هل هذا يعني؟ أو أننا نفرز أي فرز أو أي تصنيف آخر، هل هذا يعني تمييز؟ إذا كان تمييزا إذا كل المجتمعات حول العالم هي تقوم بعملية التمييز. الآن عندنا المجتمعات الغربية ألا تقوم بهذا التصنيف؟ لما يقولوا مثلا هذا مواطن، المواطن له مميزات دون غيره. هذا مقيم، المقيم يعطى أقل. افترض هذا مقيم يقدم للبلد، افترض مثلا يعمل في وظيفة أو كذا يعطوه جرين كارد كما يسمى، زين. آخر لا، جاي سياحة، يصنف أي تصنيفات. يقول لك هذا يحق له أن يتملك في البلد، هذا ما يحق له أن يتملك. هذا يحق له أن يمارس الدور الفلاني، هذا ما يحق له. هذا يحق له أن ينتخب، هذا لا يحق له. كلهم يعيشوا في بلد واحد. هل هذا يعني تمييز؟ هذا تمييز؟ إذا كان تمييز إذن كل البشر يميزون. لو لا تقول نحن نصنف أبناء المجتمع من أجل حفظ حقوقهم، وهذا صحيح، نصنفهم من أجل حفظ حقوقهم. نقول
هنا يوجد مثلا فقير وهنا يوجد غني، حتى نحفظ حق الفقير لابد أن نعرف من هو الغني لنأخذ الزكاة من الغني وتعطى للفقير، لأن هذا حقوق، حفظ حقوق. بعض الأحيان هنالك تمايز واقعي، الناس مو كلهم درجة واحدة، تمايز واقعي. الله تبارك وتعالى يقول: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هذا تمايز بين الناس طبيعي. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. إذن هنالك تمايز واقعي، وبعض الأحيان هناك تصنيف، لكنه تصنيف عقلائي يقوم على حفظ حقوق الآخرين. نفس الشيء إذا يجي الآن الدين يقول هناك مسلم، هناك مؤمن، هناك كافر مشرك، ويجعل فاصل بينهما، يجعل فاصل. ليش يجعل فاصل؟ ليحفظ هذه الكتلة الإيمانية أو هذه الجماعة الإيمانية، كما أن جميع المجتمعات تحفظ المواطن مثلا، يجعلون حقوق معينة وكذا حتى يحفظون، أو يحاولون أن يحافظوا على اللغة الأم السائدة في البلد، مثلا يقومون بحماية أفراد البلد من أن تدخل أي لغات أخرى، وهكذا يصير أكو حماية معينة ثقافية. كذلك الدين يمارس دور الحماية الثقافية، وأي ضير في هذا. يقول هذا الاختلاط على نحو الزواج بين الكافر وبين المؤمنة قد يجعل دين المؤمنة في خطر، ولهذا حماية لها احنا نمنع هذا الزواج. لكن عامة الاختلاط هذا ما نمنعه، أن تقيم علاقة مع كافر هذا ما يمنع منه الدين. الله تبارك وتعالى يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إذن وين يصير الإقساط؟ ثم هنا أختم بهذه النقطة: إذا قيل أن الكافر نجس، افترض، وإن كانت هي مسألة فقهيا فيها نقاش، طبعا نتكلم عن الكافر وليس الكتابي، لا نتكلم عن الكتابي مثل اليهود والنصارى، لا نتكلم عن الكافر، ملحد افترض مثلا، ربوبي، لا يعتقد بدين، كافر مشرك. زين، هذا الكافر المشرك هل هو نجس فعلا؟ يعني نجاسة مادية، نجاسة المعنوية متحققة. خب هذا نجاسة المادية إذا مس شيئا برطوبة تسري النجاسة أو لا؟ وإن كان المشهور بين الفقهاء نجاسته، لكن أكو في نقاش، ولربما بعضهم حمل نجاسته على الاحتياط في بعض الأحيان في بعض الموارد. إذن أنت ما تقدر تصنف الإسلام تقول الإسلام يقول أن الكافر نجس إذن هو يمارس الإقصاء، وهذا اجتهاد من الفقهاء نظرا للدليل يستخرجون هذه الأحكام، لربما في علم الله كانت خلاف ذلك، هذا وارد. ثم على فرض أن الكافر نجس، وما الضير في هذا؟ وش المشكلة يعني؟ الكرامة التي تعطى للإنسان توهب من الله. من هو الذي يهب الكرامة؟ الله تعالى يقول: كرمنا، احنا أعطينا. الذي أعطى الكرامة له حق أن يسلبها، هو الذي أعطاها ويسلبها. يقول الله تبارك وتعالى: الأصل في الإنسان الكرامة، لكن إذا تحول إلى كافر يعني عرض عليه الكفر، يعني في الأصل هو فطرة التوحيد، عرض عليه الكفر، إذا عرض عليه الكفر عرضت عليه النجاسة وسلبت منه الكرامة. إيش المانع؟ لا مانع من هذا. الله تبارك وتعالى يقول: ومن يهن الله فما له من مكرم. كما كرم بني آدم أهان بعضهم، الله أهان بعضهم. لماذا؟ لسوء فيهم. ومن يهن الله فما له من مكرم. إذن الدين الإسلامي لا يمارس دور الإقصاء على الآخرين أبدا. في حضرة الحسين عليه السلام وفي أيام الحسين واحدة من مصائب أهل البيت، واحدة من مصائبهم
هي مصيبة الإقصاء. في دعاء الندبة: فقتل من قتل، وسبي من سبي، وأقصي من أقصي. الليلة نحيي صورة من صور الإقصاء. أي إقصاء؟ يقصى ابن رسول الله عن حياض الكعبة التي لا يطرد منها أحد ولا يزعج فيها أحد، يطرد منها ابن رسول الله. ذي أي مصيبة، أي كارثة حلت على الأمة الإسلامية، حتى صار ابن رسول الله لا يأمن في مطاف الكعبة. هذا أي حال، أي سوء. ويجي يوم 8 وإذا يقول الرواية هكذا تقول: وكان ابن الحنفية يتوضأ يسبغ وضوءه، وسامع من الحسين أن الحسين عليه السلام وعده أن يعيد النظر في أمر الخروج، وهذا بناء الحسين لربما يعدل عن الخروج، وإذا به يسمع نداء بين المقام والكعبة ينادي: خط الموت. دقق صوت من هذا، وإذا به صوت أبي عبد الله، فاختلطت دموعه بوضوءه: أبا عبد الله، ألم تعدني أن تعيد النظر في أمر خروجك؟ فنادى به الحسين في مضمون ما ورد على لسانه، قال: يا أخي، إني رأيت رسول الله فأمرني أن أخرج. قال: إذن أخي، ما معنى حملك النساء والأطفال؟ قال: شاء الله أن يراني قتيلا ويراهن سبايا. لا عليك يا محمد أن تكون لي عينا في المدينة. وبقى محمد يعتصر الألم لفراق الحسين وآل الحسين. وقف الحسين ليعلن خروجه من مكة: خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على أجيد الفتى، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، وقد خير لي مصرع أنا لاقي، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلا، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا. لا محيص عن يوم خط بالقلم رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين، إلى أن قال عليه السلام: ألا ومن كان باذلا فينا مهجة موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا، فإني راحل مصبحا إن شاء الله. فتعالت الصيحات كل ينادي وحسين، ماج البيت والحجاج ضجوا في فرد ضجة، ذا يصرخ ذاك يصيح والأكوان مرتجة، يا وصف إمام الناس طالع ما قضى. وقف صار يطوف طواف الوداع، خلص طوافه ودع الحجاج بالحي، واستند للكعبة وحل حرامه، كبر ولبى وصاح: يا رب تراني ما بين حجاجك ولا واحد حمى، بطلع وانا خايف وحاربني زماني،
يلا أبيات الدعاء وأسألك الدعاء. كلنا نودع الضعين الخارج من مكة، شلون نودعها؟ في دعة الله يا ضعون الهاشمين، الله يرجعكم للحجاز بعز الحسن. يلا نودع واحد واحد من هؤلاء. يا طالعين بهالمعزة والكرامة، الله يرجعكم للمدينة بالسلامة. لا قالها الله ترجعوا فيكم يتامى، ولا ثكالى ولا مروع الجرلوني. في دعة الله يا قمر هاشم يا وفاي، لا قالها الله توقع جفوفك على الماي. لا حير الله حسين وتفقد زينب الراي، وتصير محتارة بعدكم بالنساوي. بعد في دعة الله يا عريس الحسن جسام، في القد قمر وجه الحسن يا نسل الكرام. لا قالها الله تنخسف من ضربة الهام، وقبل الدماء رملة تهل الدم من العين. في دعة الله يا شبيه أحمد المختار، من قال تشبه يا بدر كوكب الأسحار. راسك وطولك سالم وترجع إلى الدار، ايدك بايد امك ولا تلطم الخدين. يلا أعظم وداع. في دعة الله يا غريب الغاضرية، محفوظ من سيف الشمر والأعوج ومن الحجار ومن المثلث والمني. يا حسين تفدى لك الشيعة والمحب. آخر وداع. في دعة الله يا التي ما حد مثلها، واللي بخدرها سارت الناس بمثلها. لا قالها الله بكربلة تفقد، وقد انجلى عن مكة وهو ابنها، وبه تشرفت الحطيم. إلهي بالحسين الوجيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه، اقض اللهم حوائج المحتاجين، فرج عن المكروبين. اللهم وصل على وليك وابن أوليائك، بلغه منا تحية كثيرة وسلاما. المؤسسون تقبل اللهم أعمالهم، أوسع اللهم في أرزاقهم. وإلى موتاهم مع موتى الحاضرين نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.